فاضل لنا بقى الحديد الاضافي. طيب الحديد الاضافي هندسه، عندنا حديد اضافي سفلي وحديد اضافي ايه علوي. جميل. طبعا انا عارف ان الحديد الاضافي السفلي بيبقى ايه في نص البحر، اما الحديد الاضافي العلوي فبيكون ايه بيكون عند الاعمده. طيب تعال دلوقتي نشتغل في الحديد الاضافي السفلي اللي هو في نص البحر. بص بقى عشان تخلص القصه دي، انت دلوقتي عندك سيخ اهو، السيخ ده طوله 2 متر ونص متحرك في مسافه كام 7 متر. الاول خالص اروح جاي واخد المسافه دي كده من هنا كوبي، جميل، واروح بيها عند العمود ده كده بالشكل ده، واروح جاي حاطط ايه حاطط المسافات عشان بس ابقى ريحت نفس المسافات، واجي من هنا ارسم السيخ بتاعي. ارسم السيخ ازاي؟ اجي من عند الريفورسمنت، اختار هنا طبعا الريفورسمنت. السيخ طبعا هو كام سيخ 16 مظبوط. طب الكفر 25 وحديد تنسايل كل ده تمام. واجي من هنا اخد ايه 2 بوينت. هندسه هو السيخ كان كام؟ السيخ كان يا هندسه 2 متر ونص صح؟ يبقى انا هاجي كده واروح جاي كاتب 2 متر ونص. جميل. طيب السايد بتاعه، بص هتلاقي السايد بتاعه السهم بيقول لك ايه السهم اللي تحت، لا انا عايز السهم يبقى ايه لفوق. اجي عند سايد هنا كده هندسه او غير لي السهم ايه بتاعي، اروح جاي كاتب 2 متر ونص واروح جاي عامل ايه ادي السيخ بتاعي اترسم لي. جميل. وعرفت ان السيخ ده يتحرك في كام مسافه 7 متر مسافه التوزيع بتاعته. فاضل عندي اكتب المارك بتاعه. طب انت قلت لي ان السيخ العدد بتاعه 4 صح؟ 4 في 16. طب الأربعة ده هيتحرك في قد إيه؟ في مسافة 7 متر، يعني 28 سيخ في 16. فأروح جاي هنا على طول عند البار ديسكريبشن وأروح جاي مختار السيخ ودايس إيه؟ دايس إنتر. أجي عند الستايل أدي الرينس وأجي هنا أقول لك إن هما 28 سيخ وأروح جاي دايس أوكي. وأروح جاي كاتب إيه؟ كاتب المارك أهو على السيخ. يبقى كده هندسة السيخ ده هيتحرك في المسافة دي كلها تمام. طيب هو 2 متر 45، لا حركه كده 5 سنتي بس، هيبقى 2 متر ونص. ادي السيخ 2 متر ايه ونص. جميل. يبقى انا كده الدنيا معايا متظبطه بشكل كبير وخلصت اللي هو السيخ اللي في الاتجاه ده اللي هو 4 فاي، كان 4 فاي 12 مش 4 فاي 16. طب اعدل الكلام ده ازاي؟ اجي عند السيخ كده، خد بالك بقى احنا بنتعلمه موديفيكيشن ريفورسمنت، واجي هنا واروح جاي دايس ايه؟ دايس انتر. اروح جاي بدل ال 16 دي اخليها كام؟ اخليها 12. واروح جاي دايس كلوز. الدنيا بس ايه اتظبطت معايا. طب نيجي بقى على الحديد العلوي اهو. انا عندي دلوقتي هشتغل على العمود ده، لقيت 6 فاي 16 في المتر الطول اضافي، وهنا 5 فاي ايه 5 فاي 16. ده بطول 4 متر وده بطول 2 متر. اهم حاجه عندي مسافات التوزيع. بص انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي هنا كده اخد لاين كده واروح جاي واخد ايه الكلام ده كده كوبي من هنا كده، واروح على العمود ده كده. يبقى انا كده ظبطت ايه حطيت الكلام ده. جميل الكلام. طب فاضل عندي بقى ايه ارسم السيخ. طيب انت قلت لي يا هندسه لسه قايل لي دلوقتي ان السيخ اللي هنا اللي انا برسمه ده 6 فاي 16 طول 4 متر هنا، وهنا بطول كام؟ بطول 2 متر ونص. طب وهنا 6 وهنا 5. طيب تعال نرسم السيخ اللي بطول 4 متر. جميل. يبقى انا اجي عند ريفورسمنت اهو تمام. الفاي عندي فاي 16 والكفر عندي 25 واروح جاي ايه او هنا بقى الكفر عندي بزيرو واروح جاي جايب 2 بوينت واروح جاي راسم ايه من هنا كده. ارسم السيخ من هنا ايه من هنا لهنا بالشكل ده. يبقى انا كده رسمت السيخ كام 4 متر اهو. هتلاقي اللينس بتاعه 4 متر. طب هم عددهم كام؟ انت قلت لي ان ده 6 فاي 16. طيب الستة دي هتتحرك في مسافة قد ايه؟ في مسافة 2 متر ونص، يعني 15 سيخ. يبقى العدد هنا كام؟ 15. واروح جاي دايس ايه؟ دايس اوكي واروح جاي حاطط ايه هنا المارك بتاعي. معلش بس انا بعتذر لكم على الصوت عشان الصوت رايح شوية. واجي بعد كده السيخ في الاتجاه ده قد ايه؟ 2 متر ونص. جميل جدا. اجي عند ريفورسمنت وهنا الكفر بزيرو والسيخ 16 وهنا 2 بوينت من هنا لهنا عشان يديني كام؟ يديني 2 متر ونص اهو بالشكل ده. طب قد ايه؟ انت قلت لي ان السيخ ده 5 فاي 16. الخمسه دول هيتحركوا في ايه؟ في مسافه 4 متر، يعني 5 في 4 يعني 20 سيخ. فاروح جاي هنا واروح جاي كاتب ايه؟ كاتب 20 واروح جاي دايس ايه؟ دايس اوكي. هلاقي ده موازي للسيخ، لا اعمله ايه؟ روتيشن عشان يكون عمودي على السيخ او ار انتر. بعد كده اروح جاي عندك ادي 90 واروح جاي عامل ايه؟ عامل
المارك كاتبه بالشكل ده. طيب وممكن نروح جاي طالع من الدايمنشن ده كده فوق شويه، عامل الدايمنشن كده موف بالشكل ده تمام، واروح جاي عامل امر دونت دي او انتر، واخلي اول حاجه صفر والحاجه التانيه خليها مثلا 0.03 مثلا 3/10. تبص رسم لك دايره بس كبيره قوي الدايره دي تمام. هنروح جايين عاملين لها امر سكيل تمام، تختار دي وتضرب مثلا في ربع مثلا تمام. هتبص تلاقي بقت بقت كويسه اهي. تروح جاي واخد من دي برضو كوبي بالشكل ده، تحطها هنا، وهكذا بقى تكرر الكلام ده كله في باقي العمدان اللي موجوده. بكده يبقى احنا خلصنا، خدنا في الفلات سلاب الحديد السفلي في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، والحديد العلوي في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، وكمان خدنا روحه للحديد الاضافي. تحياتي سيفر سينا من كورس شوب دروينج. سلام عليكم.